أنا استفدت من الدنيا هذه أمرين اثنين. والله ترى كلام جميل إن شاء الله تعالى. يقول استفدت من هذه الدنيا أمرين اثنين، وتجاوز 80 يعني خبرة. قلت استفدت أمرين اثنين. قال ما هما؟ قال لا تغضب إلا لأمر عظيم. يعني أمر تافه لا تغضب، تبي تغضب اغضب إلى شنو؟ شيء شايد. يقول لا تغضب إلا لأمر عظيم. قال طيب هذا الثاني؟ قال كل أمور الدنيا تافهة. يعني شنو؟ لا تغضب، لا تغضب، ما تستاهل، والله ما تستاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في دين الله بس. أما أمور الدنيا ما كان يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يقول ماذا عندكم من الطعام؟ ما عندنا شيء. قال إني صائم. الحين ماذا عندكم من الطعام؟ والله ما عندنا شيء. أنت طالق. صحيح؟ والله صحيح. يعني شوفوا الفرق بين واقعنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أمر سهل، ما أكلت اليوم، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة الكبيرة العظيمة يعني؟ ما طبخت اليوم، شو المشكلة؟ نامت ما استيقظت، اللي يكون يعني إني صائم، انتهى الأمر. اطلب غدا بالمطعم، اعزم نفسك عند الشيخ فهد، أمور سهلة يعني. يحب الضيفان ترى. أي نعم. طيب ليش تغضب؟ على شنو؟ على أمر تافه. فحاول الإنسان دائما أن لا يغضب